أهلا بكم. استكمالا لسلسلة العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الأورام، هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي إيه مسببات أورام الثدي، سرطان الثدي الخلية. سألت السؤال ده، إحنا جالنا كانسر وجالنا ليه، وإزاي نقدر نقي نفسنا من إن هو يحصل لنا. المسببات اللي موجودة في الدراسات العلمية الموثقة إن في مسببات متعددة، مفيش حاجة معينة بعينها أقدر أقول إن هي ديت السبب. من ضمنها مثلا تأخر نسبة الزواج، تأخر حدوث الحمل، تدخين، الكحوليات، العامل الوراثي. خلينا نتكلم على العامل الوراثي هنا، إن هو أكثر شيوعا في عائلات السيدات المصابات بسرطان الثدي او سرطان المبيض. ممكن يكون في عامل وراثي ينتقل للاحفاد او الاولاد، وده طبعا ليه تيست معين واختبار معين عشان ناكده. ولكن دي كلها مسببات، ما فيش حاجه معينه اقدر امسكها واقول ان هي دي السبب الاساسي في حدوث الاورام. ولكن من المشاهدات اللي احنا شايفينها، الا وهي طبيعه الحياه اللي بنسميها الويسترن لايف ستايل، او نظام الحياه الغربي اللي احنا عايشينه، من نظام الاكل اللي هو الرايد فود والحاجات اللي هي المهدرجه بالزيوت كلها، عدم تعود على الاكل الصحي اللي احنا اهالينا كانوا عايشين عليه زمان. طبعا السهر طول الليل وعدم اخذ قسط كافي من الراحه والنوم، الاسترس وطبيعه الحياه، التلوث اللي احنا عايشين فيه، كلها اسباب ومسببات ممكن تؤدي، مش بالضروره. السؤال الثاني الا وهو اورام الثدي الحميده، هل ممكن تقلب على اورام سرطانيه؟ ودي قولا فصلا ما تقلبش على اورام سرطانيه.